صباح الخير يا هلا ده عمي. اهلا يا عوضين، صباح النور. خلاص وافقت هتبيع لي المعزه بتاعتك دي 175 جنيه. ابتدينا عاد اول القصيده كفر. واه، اعوذ بالله، اعوذ بالله من الكفر يا اخي. وليه ما الكفر يعني عشان بقول المعزه ب 175 جنيه؟ يعني كلامك مش منطقي يعني من اولها كده. ده المعزه دلوقتي ب 3000. طب ماشي، تقول علي كافر؟ يا ده انا قلت عليك كافر يا ده انت حمار يا ده، انا بقول اول القصيده كفر. ايه يعني ايه اول قصيده فيها كفر دي؟ يا دي مقوله من زمان يعني. ايوه يعني مين قالها دي؟ لا دي ليها قصه كده يعني. طب قولها لي عشان اشوفك غلطت فيا ولا ما غلطتش. ماشي هقولها لك. بص يعني، في عهد الدولة الفاطمية اللي جات من المغرب دي العربي وحكمت مصر يعني حوالي 200 سنة. أول ما دخلت مصر جاء قائد الجيوش بتاعتها واحد اسمه جوهر الصقلي. تسمع بيه؟ لا يا ابوي انا في حالي، ما مانيش بصالح بحد انا. طيب ماشي. جوهر الصقلي ده اول ما جاء هنا واستولى على مصر يعني ودخل مصر، حب يبني عاصمة جديدة في مصر. تمام. فبنى القاهرة، قاهرة المعز، بنى القاهرة. وبعد كده ايه راح باني فيها قصرين للخليفة يعني. حتى في شارع لغاية دلوقتي موجود في القاهرة اسمه شارع بين القصرين. تمام. ايه بشوفه لما بروح سيدنا الحسين في الليلة الكبيرة. تمام. الشارع ده كان فيه قصرين للخليفة وسموه شارع بين القصرين. المهم لما الأمور استتبت يعني هنا وقدر يسيطر، راح بعت للخليفة المعز، عشان كده سموا القاهرة قاهرة المعز يعني. بعت للخليفة المعز لدين الله الفاطمي ده عشان يجي هنا في القاهرة يقيم يعني، ويخلي القاهرة دي عاصمة للدولة الفاطمية. تمام. وبعدين المهم جاء الخليفة، وطبعا أول ما وصل هنا للقاهرة وقعد في القصر بتاعه وريح كده يعني يومين ولا حاجة، طلب إن هو يجتمع بالتجار وبالشعراء وبالعلماء وبرجال الدين يعني الأغنياء أعيان البلد كلهم، يعني عايز يتعرف عليهم يتعرفوا عليه يعني. تمام. بس المهم واحد من الناس اللي قاعدين بيقول له يعني احنا سمعنا يعني بيقول ان انت من بيت النبوة، يعني ممكن تقول لنا على حسبك ونسبك؟ فقال له شاور على الصندوق مليان أموال وفلوس وعطايا وهدايا كده، وقال له هذا حسبي. قال له طيب ونسبك؟ فأشار للسيف وقال له هذا نسبي. كان مين قاعد وسط الناس اللي قاعدة دي يعني؟ واحد شاعر كده اسمه أبو هانئ الأندلسي. أيوة ماله ده حصل إيه منه يعني؟ قال زي ما أنت عارف الشعراء زمان يعني كانوا بيطبلوا كده الخلفاء يعني. كل عصر كده في ناس بتطبل يعني كده وبتعوز تمدح كده، فهو طبعا بص لصندوق العطايا والأموال ده وحب يطلع له بأي حاجة من الحكاية دي. المهم طلع وقف كده أبو هانئ الأندلسي ده وقال قصيدة عشان يمدح فيها الخليفة. راح بدأ القصيدة بتاعته بأول الأبيات. أول أبيات قال في القصيدة: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار، وكأنما أنت النبي محمد، وكأنما أنصارك الأنصار. طبعا القصيدة دي فيها العديد من المبالغات، يعني الأبيات دي اللي في أول القصيدة لما سمعوها المصريين طبعا، والشاعر ده شوف يعني بيرفع استغفر الله العظيم مرتبة الخليفة لمرتبة الذات الإلهية. يقول له يعني أنت اللي بتشاء مش الأقدار يعني. وكمان شبهه بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أصحابه زي أصحاب سيدنا محمد. يا استغفر الله العظيم، ليه بيعمل كده الشاعر ده؟ يا لا هو عايز له قرشين كده يعني ولا حاجة. المهم يعني لما سمع المصريين طبعا الأبيات والقصيدة دي، تمام، وسمعوا الأبيات اللي في أول القصيدة راحوا قالوا واه، أول القصيدة كفر. ومن يومها بقيت المقولة دي مثل شعبي الناس بتقوله يعني. لما حد كده شخص يعني بيبدأ كلامه بكلام مش معقول أو كلام مش منطقي يعني، فبنقول له أول القصيدة كفر. يعني زي ما أنت كده بدأت كلامك
بكلام مش منطقي، يعني بتقول لي المعزة ب 175 جنيه والمعزة ب 3000 دلوقتي، فاهم؟ ايوه فاهم. لا مؤاخذة والله كنت يعني فاكرك بتغلط فيا ولا حاجة. والله توكل على الله. طب مش هتجيب المعزة؟ يا ده مش هتغور، هات بلا معزة بلا خروف يا